اعتقال دركيين مزيفين نواحي أكادير. أحالت مصالح الدرك الملكي بمركز طرابلس سيدي بيبي 3 أشخاص على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنزقان على خلفية قضية تتعلق بتكوين عصابة مختصة في الابتزاز. كان عناصر الضباط القضائيين قد أوقفوا المشتبه فيهم منتصف الأسبوع الجاري بناء على شكاية تقدم بها شخص يفيد تعرضه للابتزاز من قبل الموقوفين بعدما اقتحموا منزلا كان يتواجد به رفقة سيدة قدموا أنفسهم على أنهم عناصر من الدرك الملكي، وقاموا بتهديده بالاعتقال بتهمة الفساد في حال عدم تسليمهم مبلغا ماليا. وجرى الاحتفاظ بالمتورطين في القضية تحت تدبير الحراسة النظرية بالمخفر الترابي لدرك سيدي بيبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة قبل أن يحالوا على أنظار ممثل الحق العام قصد النظر في المنسوب إليهم.